اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذكر الله واعمل متابعة للصفحة. بص يا رجالة، احنا هنا عاملين حاجة اتمنى ان كل الناس تعملها. الحاجة دي ان انت طول ما عندك فرخ وعندك زغاليل تبدأ تبص على احجام الزغاليل اللي عندك وتبدأ تنقل الاحجام اللي شبه بعضها. تمام كده؟ يعني ده مش اخو ده ابن القص اللي جوه. تمام كده؟ ودول ولاد كريزليات خضر. تمام؟ هفرجك على اخوهم او اخواتهم في الباب اللي جنبيهم. معلش هو الفيديو هيطول مني شويه عشان احنا بس عايزين نوصل نوصل معلومه. بص يا معلم، الكريزلي ده او ال الاشعل دوت قعد في الحصوايه يوم زياده وما خرجش، وانا اللي خرجته فخرج ضعيف. تمام كده؟ فلما خرج ضعيف الاهالي قعدت شويه ما بتلبنوش، فانا اللي لبنته، ففرق حجمه عن حجم اخوه اللي هو التاني الكبير اللي انا لسه موريهولك، اللي هو غالبا هيطلع سيلفر شادو. تمام كده؟ فاحنا عملنا ايه؟ نقلنا الزغلول ده جنب ده عشان خاطر يبقوا الحجمين قريبين من بعض، فالاتنين ياخدوا نفس الغذاء، فما يطلعش واحد كبير وواحد صغير، لان دي مشكلة بتقابل اغلبية الناس واشوفها في فيديوهات كتير. فالموضوع ده مهم جدا جدا جدا.